حياة أي إنسان في دايما شخصيات معينة بتمثل ليه حالة خاصة. شخصيات ممكن ما تكونش الأعظم ولا الأكثر إنجازا لكنهم الأقرب. القرب ده هو المفتاح. عامر منيب كان حالة من القرب. حب الناس لعامر مش بيتفسر بالأرقام ولا بالإنجازات، هو نوع من الحب اللي ملوش معادلة، لأن في فرق كبير بين إنك تعجب بحد وإنك تحبه. الإعجاب بيتبني على مدى قبولك للشخص اللي قدامك وصدقه، لكن الحب بيتبني على الصدق. وعامر منيب كان صادق صادق لدرجة إنك كنت تحس إنه بيغني لك أنت شخصيا. اللي يميز حب الناس لعامر انه مش مرتبط بالمجد ولا بالهالة حوالين النجم، بالعكس هو مرتبط ان عامر كان شبهنا، واحد مننا. ابتسامته وطريقته في الكلام حتى اختياراته الفنية كلها كانت بتخلي الناس تحس ان هو واحد منهم، وده شيء نادر لان اغلب النجوم بيبنوا بينهم وبين الجمهور مسافة. المسافة دي هي اللي بتعمل هالة النجم، لكن عامر كسر المسافة وده اللي خلاه يدخل للقلوب اسرع. حب الناس لعامر كان مرتبط بذكريات. في جيل كامل ارتبط صوته بايام المراهقة والشباب، اول مشاعر صادقة، اول مرة تحب، اول مرة تتجرح، اول مرة تلاقي نفسك بتدور على اغنية تعبر عنك. وعشان كده صوته ما كانش مجرد موسيقى، صوته بقى خيط رفيع بيربط الناس بنفسهم القديمة باللحظات اللي مستحيل تتكرر. يمكن السبب اللي خلى حضوره بعد رحيله مش يضعف، بالعكس يزيد، لان اللي بيرحل جسديا ممكن يغيب لكن اللي بيزرع اثر حقيقي في قلوب الناس وجوده بيستمر. عامر منيب واحد من النماذج النادرة اللي حب الناس ليها مش محتاج يتفسر، لانه ببساطة في ناس بنحبها مش عشان هي كاملة لكن عشان وجودها كان صادق.